أنا كنت مسيحية وأسلمت من 26 سنة. أنا سالمة أحمد، صاحبة قناة سالمة أحمد على اليوتيوب وعلى التيك توك، ودي قناتي التانية. آه، عائلة سالمة. أنا لما ظهرت على اليوتيوب ظهرت بحكي تجربتي الشخصية، لا جاية نظر حد ولا جاية أتكلم عن دين حد ولا جاية أعمل مقارنة أديان ولا جاية أدعو لأي حاجة. أنا بحكي تجربتي الشخصية. ده اولا لاني مش اهل ان انا اتكلم في مقارنة او في ان انا اناظر او ان انا حتى ادعو، آه، يعني ومش مؤهلة لده. انا بحكي تجربتي الشخصية، درست اللي يفيدني انا في ديني اللي اخترته بإرادتي. دراستي دي مش هتأهلني ان انا اكون داعية، لان مش اي حد على فكرة يعرف يكون داعية. في ناس يعني صعب قوي في طريقة الدعوة بتاعتها، ممكن ينفروا الطرف الآخر. فأنا شايفة إن الدعوة دي موهبة، يعني إن يكون حد عنده موهبة الدعوة دي موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش موجودة عند أي حد إن يكون لطيف وفي ناس مش داعية أصلا وسبحانك يا رب بأخلاقها وبتعاملاتها، بأخلاق الإسلام ومعاملاتهم بالإسلام، هم يكونوا دعاة لوحدهم، ومع إنهم مش دارسين، بس هم آه، تطبعوا بأخلاق الإسلام، بس طبعهم أخلاق الإسلام. فسبحان الله تخلي الناس تدور دينهم إيه، ويدوروا على الدين ده إيه الأخلاق الحلوة دي. فأنا شايفة إن الدعوة دي موهبة مش عندي، فأنا مش طالعة أكون داعية إسلامية خالص، ولا طالعة أعمل مقارنة ما بين أديان، ولا طالعة أناظر حد وأثبت إن أنا صح وهو غلط. كل واحد حر. والسوشيال ميديا والسيرش ما خلاش، يعني لو حد عايز يدور على حاجة يقدر يدور دلوقتي، تليفوناتنا كلنا في إيدينا. لما جيت أنا أدور ما كانش عندي السوشيال ميديا، كان عندي كتب، كنت بدور في كتب، كنت بقرأ كتب. فدلوقتي بضغطة زرار تلاقي المعلومة كرت في وشك. فاللي هو انا مش جاية اناظر حد، بس واضح ان في ناس متضايقة من وجودي على السوشيال ميديا. عشان كده بيحاولوا جاهدين ان هما يقفلوا لي القناة، مع ان انا يعني ما بتكلمش في اي حاجة تخصهم خالص، ولا بحاول ان انا استفزهم. انا بتكلم عن تجربتي الشخصية، والقناة بالنسبة لي هي مصدر رزق. انا فاتحة قنواتي لمصدر دخل ليا ولولادي. انا ام منفصلة ل4 اطفال، هم مش اطفال قوي عشان في عندي شحوطة اطول مني يعني اللهم بارك. بس انا ام ل4 منفصلة، وبعد ما اشهرت اسلامي اهلي اتبرأوا مني، فما عنديش حد غير ربنا سبحانه وتعالى. وربنا اداني فكرة ان انا اعمل قناة على اليوتيوب يدخل لي منها رزق، عشان اعرف اصرف على ولادي، وعشان اعرف اعمل بيت لولادي، لان انا خلاص ميراثي كله خدتش منه حاجة. فبالتالي انا محلكيش حاجة اسيبها لولادي. وساكنة في قانون قديم، فكمان 6 سنين الله اعلم احنا هنطلع ولا لأ. ف... فايه، فبحاول اعمل حاجة تدخل لي رزق اصرف بيها على ولادي، لان انا عندي 4، واشوف هقدر اشتري بيت من الرزق ده ولا لأ. ربنا يكرم ويرزق ويأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. بجانب ان ابو ولادي ما بيصرفش عليهم، طلقهم معايا،
زي اي زوج مصري اصيل يعني الا من رحم ربي لان كتير قوي بيطلقوا الولاد مع امهاتهم. فطلعت عملت القناة دي بحكي فيها تجربتي الشخصية، سواء بقى تجارب حياتية بتاعتي او حكايات في العموم. انا بحب احكي يعني، بحب ابص الكاميرا كده وارغي. لا انا بتاعت رقص، ولا بتاعت روتين يومي وافرش الملاية، ومش هعرف اعمل ده، لان اسلامي اللي اخترته بارادتي ما بيقولش كده. فبطلع اعمل محتوى هادف بحكي فيه قصتي، وبحكي شوية حكاوي بقى دينية، فيها حكمة، فيها عظة، فيها يعني مجرد حكاوي. والحمد لله ولله الحمد، القناة الأولى كملت كل الشروط في أسبوعين، ونزل لي أرباح. أنا أي نعم لسه ما مسكتهاش لغاية دلوقتي بسبب مشكلة في البنك. أنا كنت حاطة بنك مصر، وبنك مصر ما بيقبلش الأرباح عليه، فلازم اعمل حساب في بنك اسكندرية. فلسه الحمد لله يعني ما قبضتش من قناة اليوتيوب، ومع ذلك الناس بتحاول تقفلها لي، تحاول توقع لي القناة. هما لسه ما نجحوش، هما نجحوا في ان المشاهدات تقل جدا. في شوية بلاغات كده، الحمد لله في حد يعني نحسبه على خير، جزاه الله خيرا، عمل لي شوية حاجات كده تظبط الدنيا. بس فكرت ان انا اعمل القناة التانية، عشان لو القناة الاولى اتقفلت يبقى في قناة تانية. وانا بسأل سؤال، انتوا بتحاربوني في رزقي ليه؟ لا بجد، بتحاربوني في رزقي ليه؟ هل تفتكروا ان انا لو اتقفلت عليا الرزق هلجأ ليكم او هرجع يعني؟ لا والله. وشفت ايام صعبة كتير قبل اليوتيوب، وفي اوقات ما كانش بيبقى معايا اجيب علبة جبنة لولادي. عمري ما هرجع، هقول يا رب، واللي خلقني مش هينساني وهيرزقني. رزقي جاي جاي، سواء باليوتيوب او غير اليوتيوب، انا رزقي جاي جاي. لو في بطن الحوض هيطلع من بطن الحوض ويجيلي. رزقي جاي جاي. قفلت القناة دي، قفلت القناة التانية، قفلتولي كل القنوات، رزقي جاي جاي. ان شاء الله القناة دي كمان تكبر وتقفل الشروط في اسبوعين، ويمكن اقل كمان ان شاء الله باذن الله. والرزاق موجود، الوهاب موجود، الرؤوف الرحيم اللي منسنيش انا وولادي ابدا، اللي كرمني وموفقني. مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه، مش عارفه اقول لكم ايه. بس انا ما بزعلش على فكره على قنوات يعني، ومش هزعل لو اتقفلت القناه، ولو الربح اللي عليها راح كمان مش زعلانه. اكيد مش بتاعي، يبقى ربنا يعني كاتب لي حاجه تانية افضل اكيد بكتير. واللي خلاني عملت قناه يخليني اعمل 10. انا اللي عامله القناه، مش القناه هي اللي عاملاني. انا اللي عملت القناه، فانا اللي عملت القناه، انا اللي هعمل غيرها عادي جدا. والناس هتدور عليا وتلاقيني وتتابعني عادي جدا، وهنزل فيديوهات عادي جدا. ف ربنا يهديكم. وزي ما بقول في القناه التانية بقى، دي مش نهايه الفيديو، دي بدايه الرحله. ما تنسوش اشتراك ولايكات كتير، كومنتات كتير، عشان خاطر نحقق بسرعة الشروط بتاعت القناة دي. اشوفكم على خير.